حدوتة ديدي النهاردة فيها كوكب عجيب قوي اسمه كركرون. كل الكائنات اللي فيه بتتكلم بصوت واحد بس، مفيش أي حد صوته مختلف خالص إلا كائن واحد بس على الكوكب هو اللي صوته مختلف، اسمه كيرو. كيرو كان صغير وعنده ودنين كبار زي طبقين الكشري، وجسمه شبه البالونة ولونه موف، ودايماً بيغير صوته بطريقة مضحكة قوي. يوم بيتكلم زي الرابط، يوم بيتكلم زي المذيعة، ويوم بيقلد أصوات الحيوانات. وفي يوم قرر كيرو ينزل ويزور كوكب الأرض عشان يدور على أصوات جديدة يقلدها ويسمعها لأصحابه في كوكب كركرون. نزل كيرو كوكب الأرض بكبسولته وراح وسط البلد جنب كشك عصير. أول ما خرج من الكبسولة قال بصوت مذيعة: صباح الخير يا أهل كوكب الأرض، معاكم كيرو من كوكب كركرون في بث حي ومباشر. الناس بصت عليه وقالوا: هو ده إعلان ولا حد بيصورنا؟ وفجأة طفل اسمه فادي قال: الحقوا، ده كائن فضائي بيهرج، أنا حبيته قوي. كيرو بدأ يقلد كل حاجة بيشوفها، قلد صوت عربية الإسعاف، قلد صوت القطة، قلد صوت البطاطس وهي بتتقلي، ولما شاف طفل بيضحك بصوت عالي قلد ضحكته بالظبط. الأطفال اتلموا حواليه وقالوا له: اعمل صوت وحش مرعب. كيرو رد بسرعة: طب صوت ماما لما بتزعق. كيرو قال بسرعة: قوم اغسل ايدك يا أستاذ. بعدها فادي أخد كيرو البيت عشان يعرفه على عيلته ويخليه يسمع أصوات أكتر، وكيرو يسمع ويقعد يقلد على طول صوت المكنسة، صوت بابا وهو بيكح، صوت التلفزيون وهو بيقول عاجل موجة حر شديدة. بابا ضحك وقال: انت جايب لنا كائن فضائي ولا كاسة يا فادي؟ لكن فجأة كيرو بدأ يتلخبط، صوته علق على صوت فرخة، بقى كل ما يتكلم يقول بكعك بكعك. الناس ضحكت عليه وهو زعل وقال: أنا مش لعبة، أنا بحب الضحك بس ما بحبش حد يتريق عليا. فادي قال له: احنا مش بنتريق عليك، احنا بنحبك علشان صوتك بيبسطنا. كيرو فرح ورجع لطبيعته يقلد الأصوات تاني، وقال لنفسه: أنا مبسوط إن صوتي بقى ليه قيمة حتى لو غريب. قبل ما يمشي فادي سجل له أصوات من كوكب الأرض، صوت الضحك وصوت المطر وصوت ماما وهي بتغني وصوت البيانو، وقال له: علشان تفضل فاكرنا وتقلد أصواتنا في كوكبك كركرون. كيرو قال بصوت رابط: الرسالة وصلت، حب كبير من كوكب الأرض. وركب كبسولته وطار في السماء. كيرو رجع كركرون وعلم كل الكائنات هناك إن الصوت مش بس التقليد، الصوت كمان ممكن يبقى وسيلة فرح وسعادة ومفاجآت. الحدوتة خلصت خلاص. قولولي حبايبي، يا ترى لو تقدروا تقلدوا صوت أي حاجة زي كيرو كنتوا هتقلدوا إيه؟ ومين؟ وإيه السبب في اختياركوا ده؟ هستناكوا تقولولي الإجابة في الكومنتس، وتعملوا لايك للفيديو وشير لو عجبكم، سبسكرايب للشانل، وتدوسوا على زرار الجرس عشان يوصلكوا حدوتة ديدي الجديدة أول ما تنزل. بحبكوا قوي، باي باي.